ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو ميه الحلم ترمي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو كان الحلم ينفع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو اللي كان في الحلم يشبع ما كناش نصحى من النوم ابدا. ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو ميه الحلم ترمي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو كان الحلم ينفع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو اللي كان في الحلم يشبع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو ميه الحلم ترمي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو اللي كان في الحلم يشبع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو ميه الحلم ترمي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو كان الحلم ينفع ما كناش نصحى من النوم ابدا.
ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو ميه الحلم ترمي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو كان الحلم ينفع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو اللي كان في الحلم يشبع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو ميه الحلم ترمي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو اللي كان في الحلم يشبع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو ميه الحلم ترمي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو كان الحلم ينفع ما كناش نصحى من النوم ابدا. ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو ميه الحلم ترمي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو كان الحلم ينفع ما كناش نصحى من النوم ابدا.
لو اللي كان في الحلم يشبع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو مية الحلم تروي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو اللي كان في الحلم يشبع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو مية الحلم تروي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو كان الحلم ينفع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو كان الحلم ينفع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو اللي كان في الحلم يشبع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو مية الحلم تروي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو اللي كان في الحلم يشبع ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو مية الحلم تروي ما كناش نصحى من النوم ابدا. لو كان الحلم ينفع ما كناش نصحى من النوم ابدا.
الغلابة بيقولوا كده. وصاحبنا علي صياد غلبان رزقه على الله، يرمي الشبك ويقعد يستنى. البحر هيرميله ايه؟ البحر مش ملك حاله، وصاحبنا برضه مش ملك حاله. بس كمان ما يملكش غير عش، بناها بالخوص وفرشها بالقش. يرجع بعد شقى اليوم يرمي نفسه في فرشته ويتغطى بالهوا ويحلم. يحلم انه لابس حرير في حرير وجيوبه مليانه فلوس وعنده قصر كبير وجناين قصره ملهاش حد، وكل ما يتمنى حاجه تجيله في التو واللحظه. وده هو ياكل ما بداله ويشرب ما بداله ويلعب مع الحزام اشكال والوان زي ما بداله. مقولوش الحلم ده عزبة ابوه، ولا عمر ابوه كان عنده عزبة. ولما يصحى من النوم يلقى نفسه في الطلع، لا شجرة ولا ضلة، ولا خدش من الحلم غير الحلم. علي كان كل يوم يخلص شغله ويرجع ينام في فرشته علشان يلحق حلمه اللي ما حلمهوش غيره. وفي يوم وهو ماشي بين الجناين في الحلم كالعادة بص لقى قدامه، وده على غير العادة، بنت تبارك الخلاق فيما خلق. واسمها نور، بترقص عريانة تحت نور الشمس، والشمس خجلانة من نورها. حس بقلبه بيرجف بين ضلوعه مع كل رجفة منها. أما هي فكانت فراشة طايرة، وسيل من النور بيشكل حركتها. طاقتها ملت الحلم دفى، لمست قلبه البردان. علي اتلخبط كيانه واتسمر قدامها. إن صاحبنا حلم وعلى هواه طبعا الجميلة وقعت في دباديبه من أول نظرة، ومن غير أنت مين ولا أنت إيه لقيوا نفسهم في حضن بعض. وأنتوا عارفين الباقي، ما هو حلم، والحلم مفهوش رقابة. فات كتير ونور وعلي تحت الشجرة الله أعلم. شوية وبصت نور لعلي لقيته سرحان، قلبها طاب.
في حلم وكلها شويه واصحى ما الاقيكيش معايا. ويا عالم بقى قابلك تاني في الحلم ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني انت مش هتيجي تخطبني من ابويا؟ اجي؟ تعالي تعالي بس. اجي فين؟ ده انت من بلاد ما اعرفش اوصل لها. وبعدين انا راجل فقير على قد حالي. ما يغركيش الحلم، ده انا في الحلم ممكن تلاقيني طاير اشطر من يعدي البحر او يطلع جبل او يطلع في مظاهره ويقول لا. يقول لا، اقول اللي انا عايزه واحب اللي انا عايزه واضرب اللي انا عايزه، ان شاء الله يكون الخليفه. أنا عامل تعبير غلبان وفقير والله. إنه في اليوم الفلاني والمكان العلاني حيث لا مكان ولا زمان معلوم في الحلم، كنت بناول بسنارتي الطويلة وبسيط بختي كالمعتاد، ولما اصطدت وطلع لك هيكل عظمي من البحر، ولما قررت ترميه تاني اكتشفت ان في ايده مصباح، نفس المصباح اللي كان متعلق في دراع ابويا اخر مرة خرج فيها للصيد ما رجعش. لكن تجنبا للشبهات حسمت امرك بثبات زي الكثير من الالوفات، وقررت حضرتك ترميه من حيث هو آت. علي علي يا علي علي علي. وطبعا بيصحى قبل ما عساكر الخليفه تقبض عليه، ولو فكر يهرب وينط من فوق سور القصر العالي بيصحى قبل ما يقع ويندشدش على الارض. علي دورها في دماغه، ملقاش غير الخليفه بس هو اللي يقدر يخرج له نور من الحلم علشان تعيش معاه. وكلمه منه على كلمه منها وضحكه منه على ضحكه منها اتفقوا يروحوا للخليفه. مشي علي ونور جوه الحلم، قصدي الخليفه، ونور بتقدم رجل وتاخر رجل، نفسها تقول له بلاش يا علي نرجع خلينا في الحلم احسن. اما هو فما عندهوش حل تاني، لانه ما يقدرش يملكها في الحلم ولا يتحكم فيه ولا يطلب منها كل الحاجات اللي عمر الحلم ما هيخليها تيجي في باله. يعني ما يقدرش يدخلها عجبته ولا يلبسها هدمه تسترها ولا يشخط وينطر في الحلم الرومانسي مثلا ويقول لها انا راجل البيت. وكلمتي هي اللي تمشي. القصد اهم فضلوا ماشيين سارحين في افكارهم اللي احنا نعرفها واللي احنا ما نعرفهاش ولا يعلمها الا الله. شويه وسالت نور علي 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 يا علي. ايوه، تفتكر الخليفة هيسمعنا؟ ما دمنا في حلم يبقى اكيد هيسمعنا. اوي اوي فين وفين لقيوا الخليفة متعلق على شجرة ومراته نازلة فيه ضرب. وفين يوجعك؟ علي بص واستغرب وقال له قال جبتك يا عبد المعين تعبني
لقيتك يا عبد المعين تنعام. ازاي خليفه يحصل لك كده؟ مش دلوقتي يا علي، انا الخليفه ومسؤوليات الحكم جسيمه، وانت اقرب الوضع الراهن. ده غير اني زي ما انت عارف حياتي كلها عز وبغدادة، ومش ناقصني اي حاجه احلم بيها زيك احلام ورديه. الحمد لله ان انا مش خليفه. حكى علي للخليفة حكايته. اتأثر الخليفة بالحكاية جدا. لا ما تأثرش ولا حاجة، الست دي بتزيف وعي الجمهور. سيبيها يا شيخه، سيبيها زيفي يا حاج، زيفي. حكى علي للخليفة حكايته. اتأثر الخليفة بالحكاية جدا وقال له بسيطة، انت بكرة اول ما تصحى من النوم يا علي تجي لي على القصر وتحكي لي الحلم امارة، وانا هديلك 1000 دينار تاخدهم وتروح بيهم للساحر قوي. بمجرد ما تديله ال1000 دينار هيطلع لك نور من الحلم وهي هتعيش معاك. بجد؟ طار علي من الفرح، لكن الخوف ما فرقش نور، وتروح السكرة وتيجي الفكر. وادي علي بعد ما كان فرحان اتملكه الخوف، لا يصحى يجيب الدنانير يرجع ما يلاقيش نور في الحلم. فكر لقى احسن طريقه ان اسيبها امانه عند الساحر قارون في الحلم لحد ما اصحى اروح اجيب الفلوس وارجع لك. قارون لنور لقاها بنت جميلة بصحيح، لا ورد عليه لا كاسمها ولا رسمها. وبص لعلي وقال له مشكلتك مش عويصة، انت تجيب ال1000 دينار واعمل حسابك، انا ما بتعاملش بالصرف المحلي، ودي طبيعة الوضع الراهن. حتى انت يا قارون صحي علي من نومه. صحي علي من نومه وخد بعضه وراح للخليفة، حكى له الحلم ما خباش منه حاجة. وأول ما قال له أمارة مراد حضرتك لما كانت ماسكة سيادتك عند الشجرة ونازلة بجنبك ضرب. تعالى يا ولد، انت بتكلم الخليفة. انا الخليفة، انا الزعيم ولا يمكن اعمل كده ابدا، حتى لو في الحلم. انت باين عليك ولد مجنون. وانا برضه استغربت حضرتك، حتى حضرتك قلت لي لا انا قلت لك وقلت لي وقعدنا ازاي مع بعضينا في الحلم. ايوه. طب نخش جوه الضوء شويه. قلت لي اسمك ايه يا علي؟ قلت لي اسمك ايه يا علي؟ قلت لك ايه بقى يا علي؟ قلت لي ان عشان حياتك كلها عز وبغدادة واحلامك كلها كوابيس وعذاب، وحسب تفسير السيسيرين وحسب تفسير ابن سيرين للاحلام ان حضرتك عندك مشكله في الاحساس بالراحه والامان. بعد تاني يا سماح ابن سيرين، انا هحبسك انت وابن سيرين وعائله سيرين. الاحساس ايه؟ علي سكت. طبعا. وعلشان الخليفة يضمن سكوته أكتر اداله 1000 دينار وقال له 1000 دينار تحت الكرسي. 590. خد دول يا علي واغرب عن وجهي.
ولا تيجي في حلمي ولا اجي في حلمك، ولو شفت وشك في الحلم تاني هخنفك يالا. مشي علي بسرعه بسرعه. دي حاجه كتير. علشان يلحق نور في الحلم قبل ما هارون ما يقل ادبه عليها ولا حاجه. ها؟ هو كان عنده حق. حاكم هارون كانت عينه من نور، بس كانت عينه على الفلوس اكتر. اما نور فكانت عين على الحلم وعين في الواقع، لحد ما سالت هارون: هو انا لما اخرج من الحلم هفضل زي ما انا كده؟ يعني ايه؟ يعني انا لو في الحلم بشعر طويل وفي الحقيقه بشعر قصير هخرج ازاي؟ هتخرجي زي الحقيقة بشعر قصير ومكركت كمان. نور حزنت على نفسها. اصل نور اللي ما حصلتش في الحلم هي في الحقيقه بنت عاديه خالص شبهنا كده. اهو دخل عليهم وهم بينسايوا نور وقارون. علي بص شاف نور واقفه عريانه مع قارون، قال: يا دي الحوسه يا دي النيلة، وده خرجها ازاي وهي يا مولاي كما خلقتني كده؟ لا انا لازم اشوف حل. ايوه، انا احسن طريقة اشيل دينارين على جنب اشتري لها بيها هدمة تسترها. امال هقول للناس ايه لما يشوفوها خارجة من الحلم ومتعلقة في دراعي وهي صلت ملط كده؟ وهتجوزها ازاي بعد بطيحة زي دي؟ جبت الدنانير يا علي؟ علي اداله الدنانير وشال دينارين على جنب. هي دي كل الدنانير؟ علي اتاخد شويه، بس لما افتكر نور وهي عريانه قال له: لا مين؟ ايوه هي دي كل الدنانير يا علي. قارون قعد يعزم على الدنانير والدنانير تكبر وتكبر لحد ما طق جيب علي وخرج منه الدينارين اللي خباهم ضفدعين بينطوا. علي غرق في عرقه من الكسوف. بتخدعني يا علي؟ جزاء ليك يا علي انا هسخنك ضفدع زي الدينارين اللي خبيتهم. طب والنبي ايه الضفدع ما بعرفش انط. وقعدت نور تعيط وعلي يتنطط، القصد يتحايل، وقارون ولا فارقه معاه. وفضل الوضع على ده الحال كتير، وعلي في رعب وكرب لقارون يسخطوا ضفدع، ونور عينيها بقت كاسات دم من كتر العياط. قلب قارون وحن وقال له: خلاص يا علي، خلاص يا علي، انا مسامحكم. مسامحكم. خد نور واخرج من الحلم. خد نور واخرج من الحلم، يلا. وخرج علي ونور من الحلم وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات، وتوته توته فرجت الحدوته. مش حقيقي، كل ده مش حقيقي. لصالح مين نخرج مبسوطين ومصدقين ان في نهايه سعيده؟ احنا اول ما خرجنا من الحلم كل واحد فينا شاف التاني بعين تانية. انا ما كنتش وحشه، بس ما كنتش بجمال الحلم، وعلي
كنتش جربت الفقر معاه. هو شافني ست عادية، ست عادية جدا. بصحى من النوم عينيا معمصة وهدومي مكرمشة وشعري منكوش، وأنا شفته صياد فقير ملهوش طموح، بيأكلني طقة ويجوعني طقتين لحد ما كترت خناقتنا. وبعد شوية رجعت ريما لعادتها القديمة. بقى علي يرجع كل يوم من شغله جري وينام. ويروح يدور على نور تانية في الحلم. ولما شفت كده رحت للخليفة وشكيت له وطلبت منه يضمني الجواريح وأعيش في الحرملك. بعد شوية الخليفة شاف إن علي هيمثل خطورة عليه، لما كل شوية كان يروح له في الحلم يلاقيه متعلق على شجرة، وطبعا علي لسانه طويل، فما لقاش حل غير إنه جاب علي وعمله أغلى وخلاه يخدم في الحرملك. ومن يوميها وانا وعلي عايشين في الحرملك، بس لا علي قادر يسامحني ولا انا قادره اسامح علي. مين قال ان علي خرج من الحلم؟ مين قال ان علي خرج من الحلم؟ على عمره ما عارف يخرج من الحلم. اللي خرج قدامكم ده واحد تاني غير بتاع الحلم. علي بتاع الحلم حبسوا قارون في الحلم بعد ما طمع في دوره في الفلوس، فحكم عليه بانه انحبس في دنيا الاحلام وخرج نور من حلم بس خدها لنفسه. فضل علي عايش في زمن الحلم الواقف ودنيته بالالوان الزاهيه اللي ما بتتغيرش، والزمن برانا بيتغير والدنيا كلها بتتغير معاه. جنة من غير ناس ما تنداس. المرة دي ماليش مكان اهرب له. انا ههرب من الحلم واروح على فين؟ خايف على الخيال. انا في حلم جوه الحلم. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتهون عليا حبستي هي نور. نور اللي سرقت البنوره المسحوره من قارون علشان ما اعرفش هي بتعمل ايه، وكانت تستنى لما يدخل يقرا تعويذ السحريه وتجري تنام عشان تقابلني انا في الحلم. بعدين ما كنت راجل عنده بنت في احلامه بقيت مجرد راجل في حلم بنت. طبعا على وجودكم معانا، وبشكر إدارة مسرح الطبيعة بشكل مشرف وبشكل جديد، استخدموا طريقة جديدة ومتحضرة، وشكرا لكم.